يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. يلا كده يا حبايبي نعمل مع بعض احلى صينية بسبوسة مع كل اسرارها. نعملها بطريقة زي المحلات واحسن كمان، وعاملينها في البيت بطريقة بسيطة. البسبوسة المكرملة، شايفين الحلاوة؟ شايفين شكل البسبوسة كده مرملة وطرية وشاربة العسل، وطعمها في منتهى الجمال، وطالعة كمان متماسكة بس طرية كده، حاجة كده من الاخر. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونشوف الطريقة. بس يا حبايبي لأول مرة تشوفوني ما تنسوش كده تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل، عشان أي حاجة بننزلها يوصل لكم إشعار بيها يا أحلى متابعين. أول حاجة عندي هنا السميد البسبوسة اللي هو السايب، اللي بنجيبه من عند العطار بدون أي إضافات. إيه ماشي كده. أول حاجة عندنا بقى إيه؟ هنعمل بسبوسة مكرملة. عندنا هنا طاسة هننزل بيها ب5 معالق كبار كده من السكر، عشان نكرمل السكر وتبقى البسبوسة كده واخدة اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. نزلنا ب5 معالق كبار من السكر. هننزل برضو كده ايه بحوالي كده معلقتين من المية، وايه وعلى النار يتكرملوا كده ايه براحتهم، على النار هادية طبعا عشان ما يتحرقش معانا، عبال ما نجهز المواد الجافة بتاعتنا للبسبوسة. هنا طبعا ممكن ده اللي معايا نص كيلو من البسبوسة. لو صينية كبيرة شوية ممكن نستخدم النص كيلو. حابينها تكون سميكة برضو تستخدموا النص كيلو، لكن انا استخدمت هنا هستخدم كده كوبايتين او كوبايتين وربع من سميد البسبوسة. ومعايا ده كده بمج الشاي بتاعنا ده كده يا حبايبي. واحدة واحدة مع بعض نتابع الخطوات ونمشي على المقادير. ادي اول كوباية، ادي الكوباية التانية، بسم الله. وادي ربع كوباية، هنحوالي معلقتين كده ولا حاجة كبار، او زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنضيف بقى احنا ايه بقية مكوناتنا على البسبوسة. عندك بقى ايه؟ نضيف رشة فانيليا تدينا كده ريحة. هنضيف برضو معلقتين كده من السكر اللي هو السكر العادي بتاعنا، معلقتين كبار. عندنا كمان بسم الله حابين كده تضيفوا جوز الهند برضو تدينا طعم حلو. معلقة كده صغيرة او نص، يعني نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر او بطرف المعلقة، عشان تدينا كده ايه تبقى البسبوسة كده ما تكونش مكتومة، لان طبعا السميد مفيهوش اضافات خالص، فاحنا بنضيف. يعني شفتوا بقى هنا السكر هو ده بيتكرمل، شايفين خد اللون معانا الحلو اللي انتوا شايفينه ده كده حبايبي. ما نغمقش عن كده عشان من السكر ما يبقاش ممرر. بعد السكر كده ما تكرمل نزلت بنص كوباية من السمنة البلدي. عندنا كمان كوباية كده من اللبن، كوباية اللي معايرة بيها السميد. هنسيح كده السمنة مع اللبن مع السكر. طبعا لما بننزل باللبن بنحس كده ايه السكر كده ايه المكرمل جمد كده معانا. هنفككه بالراحة او نهدي كده عليه النار ويتفك معايا بكل سهولة. وبصوا اهو يا حبيبي هدا شوية كده من السخونية بتاعته طبعا، وتأكدنا ان السكر كله داب. هننزل بيه على البسبوسة بتاعتنا واحدة واحدة. اهوت يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا منساش بقى يدعمني ايه لايك كده حلو زيه. وبنقلب برضو كده زي ما انتوا شايفين، منفضلش ايه يعني البسبوسة مش بتتعجن، بنفضل نقلب كده بالمعلقة برضو ومش كتير لحد كده المكونات يعني تتخلط كده ببعضها. اهو نجيب كده من فوق ومن تحت. عايزه اقول لكم المقادير مظبوطه جدا، عاملين كده صينيه بسبوسه من الاخر. يعني شوفوا لما تجيبوا البسبوسه كده من بره، صينيه البسبوسه دي او شفتوا بتتباع بالكيلو بكام، لا احنا عملناها في البيت موفره. طبعا الحاجه اللي بتبقى موفره في البيت اكتر فبنعملها. نركنها بقى كده على جنب، وهنجيب الصينيه اللي احنا ايه هنعمل فيها البسبوسه. الصينيه دي بستخدمها على طول
عملنا مثلا بسبوسة، عملنا هريسة، عملنا البيتزا، بتبقى حلوة جدا الصينية دي. هننزل كده ايه برضو بحتة سمنة ونوزعها، ممكن نسيحها كمان على النار. انا وزعتها كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين. وهننزل بالبسبوسة. طبعا هنزل بكل اللي معايا في الطبق دي كده، بس ايه بوزع بس كده اهو بالمعلقة كده يا حبايبي. بصوا اتسوت معايا. ممكن بقى نديها كده خبطتين او نهزها كده زي ما انتوا شايفيني، عشان تكون ما تكونش طبقة عالية وطبقة واطية، تبقى كده زي بعضها. عندك بقى كده اي شوية مكسرات تروحي ضيفاها على البسبوسة، بتبقى حلوة جدا. كان عندي كده بقى شوية مكسرات او شوية بندق، هنكسرهم بالسكينة. حابين كده ايه يعني الواحدة نصين، حابين تجرشون شوية براحتكم، ونضيفهم كده او نوزع على الصينية اللي معانا. شايفين صينية البسبوسة ما خدتش معانا دقايق. نوزع كده كل الكمية، ونجيب برضو كده المعلقة وايه عشان نعمل المكسرات، عشان واحنا بنحط العسل يعني ما تطلعش او تعوم كده على وش الصينية. لازم كده ايه تبقى لازقة في البسبوسة. مولعين الفرن طبعا عشان يسخن، وهندخل صينية البسبوسة التحفة اللي انتوا شايفينها دي كده يا حبايبي. الله على الجمال. يلا بينا كده بقى وصينية البسبوسة في الفرن. نعمل الشربات او العسل بتاعنا. عندي كوباية سكر وزيها كوباية مية. إيه في حاجة كده بقى ملحوظة حبايبي، انا هنا ما كنتش عاملة البسبوسة مسكرة جامد. إيه فلو حابينها اللي هي مسكرة ممكن تزودوا السكر من كوباية ونص لكوبايتين، لكن انا مستخدمة كوباية سكر واحدة بس عشان ما كنتش عايزاها مسكرة. فملحوظة كده ايه حبيت اعرفكم بيها. حابين بقى تعصروا عصرة ليمونة، مش حابين براحتكم. ولازم بصوا الجمال بقى بعد ما طلع من الفرن. الشربات سخن والبسبوسة سخنة. إيه هنا بصوا بقى كده يا حبايبي، هندي بقى الشربات يعني معلقة كده من السمنة البلدي، بتدينا تطعيمة في منتهى الجمال. بدوب بس كده ايه معلقة السمنة. طبعا الشربات سخن معايا. هننزل بيها على البسبوسة وهي سخنة. هنوزع. الله على الجمال. زي ما قلتلكوا حابين تزودوا العسل براحتكم. هنا بس كان في حتة سمنة كده ايه مسحتش، فبوزعها على الصينية، وننزل ببقية الشربات، ونسيب بقى كده ايه لما البسبوسة كده تشرب الشربات بتاعها. بصوا بعد ما شربت الشربات بصوا طرية وجميلة وفي منتهى الجمال. سيبناها كده ايه تهدى خالص. بصوا الطراوة. كمان الكاميرا مش موضحة، تطلع كده ايه القطعة بقطعتها وطرية ودايبة ومرملة. يعني بصوا الجمال. هنا طبعا كنت بوريها لكم بس الكاميرا ما كانتش جايبة القطعة وانا بوريها، لكن في منتهى الجمال ودايبة دوب. يا رب تكون الوصفة والطريقة عجبتكم. متنسوش بقى حبايبي تدعموني بلايك واشتراك، واستنوني جديد ان شاء الله.